الاس لوحده صوته س، والاتش صوتها ها، الاثنين مع بعض يبقى ش. اوب شوب. شوب، خد بالك انا قلت ايه شورت او شوب، ما قلتش شوب شوب. زي ايه كمان؟ زي كلمه شا او ستا او ستوب. ستوب هنا انا بعرفك الشورت او شكله عامل ازاي، احنا خدناه الحصه اللي فاتت. ها ما بقولش بسرعه، ما بقولش شوب ولا ستوب. تمام. طبعا احنا مش هنقدر نحط كلمات كتير لان احنا ما خدناش غير الشورت او والشورت اي. شا شا شوب. تاني حرف معانا في الكورس ده السي اتش. السي صوته ك، والاتش صوتها ها، لكن الاثنين مع بعض بيعملوا ايه؟ تشا. وبلاش تكتب عربي جنب الكلمه اهي تشا. التي اهي، والاس اتش بنطقها ايه؟ ش، يبقى تشا تشا. السي اتش بنطقها كده تشا تشا تشا، بس زي الصوت اللي فوق بالظبط، لكن بتحط بس ايه حرف التي معاها. ش اوب شوب. نشيل دي تاني عشان احنا عايزين الاس اتش بس. شوب. طب السي اتش تشا تشا، زي كلمه ايه؟ زي كلمه تشا اوب شوب. شوب يقطع. chop. I can chop the vegetables. أنا أستطيع تقطيع الخضروات. chop. chop. ناخدها مع الشورت ايه؟ تشا. at تشا. طب ليه ما حطيتش الاس اتش مع الأ؟ لأن احنا ما خدناش، ما فيش كلمة فيه اس اتش أ. تمام؟ هنعرف دلوقتي ليه. تاني، الحروف المركبة هناخدها في المستوى الثالث، بس احنا محتاجين منها 4-5 حروف هناخدهم النهارده عشان إن شاء الله محتاجينهم في جمل اللونج فاول والشورت فاول. تاني، الاس اتش ميكس ذا ساوند ش. اوب شوب شوب. طب السي اتش، السي اتش بنطقها ليها نطق كتير جدا، انا هاخد منها اللي يناسبنا في المستوى ده. يعني السي اتش اوقات بنطقها ك، زي كلمه سكول، زي كلمه كيمستري، زي كلمه ميكانيك، ودي كلمات جايه من امريكا اللاتينيه على دخيله على اللغه الانجليزيه. واوقات بنطقها شا زي كلمه شيف، مستاش، ماشين، ودي كلمات جايه من الايه اللغه الفرنسيه. لكن اللي يخصني النهارده ان السي اتش، وده قاعده مهمه جدا في اللغه الانجليزيه، بنطقها تشا. اوعى تكتب جنبها عربي تشا اهي تشا تشا، ما اسمهاش تش. تشا 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 تشا، زي كلمه تشا، زي كلمه تشات. الحرف الثالث اللي معانا اللي انا محتاجه في المرحله دي هو مين؟ التي اتش. التي اتش التي صوتها ايه؟ ت ت، والاتش صوته ها ها، لكن الحرفين مع بعض بننطقهم زي حرف الثاء في اللغه العربيه. ولازم تخرج لسانك، لازم تخرج فيهم لسانك. التي اتش ميكس ذا ساوند او ميك ذا ساوند زي حرف الثاء. ها ث شورت ايه اهو think. انك think think. طب ليه يا مستر نخرج لساننا ما نقول سينك وخلاص؟ كلمه سينك التصريف الثاني من كلمه سينك، يغرق. تخيل بتقول له واحد ثانك يو، انا وانت هنفهم بعض. لو انا بكلم واحد اجنبي يبقى انت كده بتقول له كانك بتدعي عليه، بتقول له اغرق، فما ينفعش اقول ثانك. ثانك يو ثانك يو. والتي اتش كمان ليها نطق تاني بنطقها زي حرف الذال في اللغه العربيه، وبرده بخرج فيه لساني. التي اتش بنطقها ايه؟ ذا زي ايه؟ زي حرف الذال في اللغه العربيه، وبرده هحطها مع الحاجات اللي احنا خدناها زي كلمه ايه؟ زي كلمه that at that. يبقى دول اول 4 حروف، دول المفروض يتاخدوا في المستوى الثالث، لكن انا محتاجهم علشان هندخلهم معانا في شورت فاول ولونج فاول. الاس اتش ميكس ساوند، عرفت يعني ايه دايجرافز؟ دايجرافز يعني حروف مركبه، حرف ليه صوت وحرف تاني ليه صوت، الاثنين مع بعض بيعملوا صوت تاني خالص. س ها، الاثنين مع بعض ما ينفعش اقول س. طبعا كلنا عارفين الاس اتش بنطقها ش زي كلمه شو. السي بنطقها ك، والاتش بنطقها ها، الاثنين مع بعض بنطقهم تشا تشا، زي كلمه تشا، زي كلمه تشات. تمام. في كلمات كتير بس احنا ما خدناش غير الشورت او والشورت اي، وانا وعدتك مش هتلاقي على السبوره حاجه انت ما خدتهاش. طيب عندي مين؟ التي اتش لها نطقين. طب يا مستر امتى انطقها ث وامتى انطقها ذا؟ مش وقتها خالص، ولا وقتها دلوقتي، هناخدها بعدين نعرف ايه قصه التي اتش اصلا، وليه بننطقها ذا، وليه ذا، وامتى ننطقها ث، امتى ننطقها ذا. يبقى التي اتش بنطقها زي حرف الثاء ث، ثانك ثانك ثانك، او بنطقها زي حرف الذال ذات ذات ذات. تمام.
باقي معايا كمان الثلاث حروف دول، التي اتش اي اللي قلت لك عليهم الحصه اللي فاتت، بننطقهم ايه؟ ذا، زي دي بالظبط، ذا بطلع فيها لسان، ودي ال التعريفيه اللي هي الالف واللام في اللغه العربيه، ال التعريفيه او ال المعرفه، دول كلهم بنطقهم ايه؟ صوت واحد، ذا. فما تتعبش نفسك ولما تيجي تلاقيها في جمله في الكتاب او على السبوره تقول تهاي، مفيش حاجه اسمها كده. الثلاثه على بعض بنطقهم صوت واحد، ذا. وبلاش نقول ذا، ما نطولش فيها، ولا نقول ذا، ها، ذا ذا ذا. تمام؟ قلت لك الحصه اللي فاتت لها نطقين، ليها نطقين، يا اما انطقها ذا كده يا اما انطقها ذي. قلت لك ذي امتى؟ ذي لما يجي قبلها حرف فاول، كلمه فيها حرف فاول، وليكن عايز اقول التفاحه دي، هقول ايه؟ ذي ابل، ذي ابل، ذي ابل، ما اقولش ذا ابل، ها، ذي ابل. لكن اي كلمه ثانيه زي مثلا ذا هات، الاتش ده حرف ايه؟ حرف كونسونانت مش ساكن، لكن الاي حرف فاول، حرف متحرك. لما يبقى تي اتش ليها نطقين، يا اما انتهى ذا مفتوحه يا اما ذي. الحصه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، هيتبني عليها فيما بعد. تمام؟ محتاجها عشان الجمل اللي هتلاقيها في الكتاب، والحاجه الثالث هتلاقي الحاجات دي قدامك، يبقى انت مفيش حاجه ما خدتهاش مش موجوده قدامك. تاني، التي اتش ليها نطقين، يا اما انطقها ذا صوت واحد، يا اما انطقها ذي لتحت مكسوره، مفتوحه او مكسوره. امتى انطقها مفتوحه مع اي كلمه؟ امتى انطقها مكسوره؟ لو الكلمه اللي قبلها حرف في ايه؟ فاول. the apple the apple the apple the apple. ما تستغربش من كلمه ابل، هتقول جبت الاو دي منين يا مستر؟ وفي الكورس ان شاء الله قدام هعرفك ان البي ال، اي بي ال بتحط او من عندك تخدم النطق، مش موجوده. البي ال لما تكون في اي كلمه عشان تظبط نطقك بتحط او من عندك، وما تخافش مع التكرار هتلاقيها لوحدك. فبقول ابل، ما قلتش ابل، ابل. زي كلمه people زي كلمه table هتلاقي كلها impossible. اي ال اي او اي بي ال حط او من عندك، هتلاقي النطق بتاعك ممتاز جدا جدا، ودي من التريكات هنشتغل عليها قدام ان شاء الله. تمام؟ يبقى الاس اتش ش، السي اتش اتش، التي اتش اما انت تنطقها ث او امتى تنطقها ذا، مالكش علاقه دلوقتي امتى هنطقها كده وامتى هنطقها كده قدام. والتي اتش اي ثلاث حروف دول على بعض بنطقهم يا اما ذا يا اما ذي. عرفنا امتى ننطقها ذا وامتى ننطقها ايه؟ ذي. ناخد بقى حاجه مهمه جدا 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 جدا. بص معايا، حرف الاو صوته ايه؟ اه. وحرف اليو صوته اه. فاكر واحنا بناخد الشورت اي قلت لك مش هناخد حرف الاو والاي ولا الاو والاي ولا الاو والاي، لان ده بيعمل لي دايجرافز، حروف مركبه. هناخد منهم النهارده صوت واحد. ركز معايا، الاو بنطقها اه واليو بنطقها اه، الاثنين مع بعض. اسمع الصوت ده كويس جدا جدا، بنطقهم او وده من اشهر الدايجرافز اللي عندنا في اللغه الانجليزيه وفي المنهج الجديد عامه. الاو يو بنطقهم او. خد بالك بقي عامل ازاي؟ ما قلتش او بفتح بقي كده. زي كلمه ايه بقى؟ بص معايا، برضو مش هتلاقي على السبوره الا حاجات انت واخدها. about شورت ايه؟ about. خد بالك بقي اهو، ما بقولش bout. شفت المطه دي؟ فاكر شورت او؟ نفس الحكايه، ما تقولش bout. شوف بقى عامل ازاي؟ بياخد فتره هو بيقول كلمه about. ما اقولش ايه؟ ما اقولش about، مش هقفلها بسرعه. about. جبت الصوت ده منين يا مستر؟ الطفل بقى، انت تيجي واحد يقول لك عادي يعني الطفل ما ياخد منهج من غير ما ياخد فونكس. طب هو اصلا مش عارف ان الحرفين دول مع بعض بنطقهم او. دي حاجه بسيطه، احنا عندنا 28 حرف مركب، عندنا 28 حرف مركب. تخيل هو ما يعرفش عنهم حاجه وتيجي تقول له اقرا كلمه، ده اسهل كلمه دي about. دي ما بتكلمش على كلمه فيها 5-6 مقاطع، بتكلم about او. يبقى الاو يو بتعمل ايه؟ او. زي الكلمه دي، بص كده معايا، او هاوس. طبعا الاي في اخر الكلمه هناخدها ان شاء الله في المستوى الاخير، ما بنطقش الاي في الاخر خالص، ما بنطقهاش الا في حاله معينه هقول لك عليها بعدين. خلينا في اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. هاوس.
house house house. زي كلمة ايه؟ pound 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 جنيه pound. البي واخد صوته والان واخد صوتها والدي واخد صوتها. الجديد النهارده الاو يو بنطقها او pound. خد بالك من البي بي ساوند pound 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 يعني جنيه pound. زي كلمة ايه كمان؟ او count count. ما تحاولش تتعافى على الكلمة. يعني ما تعافاش على الكلمة هقراها وخلاص، لا، في عندك قواعد نطق طبقها. او count 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 يعد count the biggest number on my mind with the smallest number on my hand. count from the biggest number to the smallest number او after smallest biggest number. لما اجي اعمل subtraction طرح close your hand and close and count from the smallest number to the biggest number after 5 after وهكذا. count count. يبقى الاو يو او، ما قلتش او عشان انت لو هتلاقيها على الفيسبوك حد كاتب عليها كده. عشان كده انا ضد ان احنا نكتب عربي في النطق بالذات. ممكن تنطقها انت او صح، لكن هي او او about how house pound out count. زي كلمة ايه كمان؟ sound sound sound. زي كلمة ايه؟ عشان تسهلها على نفسك هات الاو مع الحرف اللي بعدها. بص كده بص كده sound count pound house about. repeat after me. about house pound count sound round. خد بالك من حرف الار. round don't say round found. التصريف الثاني من كلمة find found ما لناش علاقة بالمعاني دلوقتي. found 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 found. ايه تاني احط التي مع الار ترا، سي مع الاتش ترا، التي مع الار ترا. اوت تراوت. خد بالك من التي مع الار بقول عليها ترا ما بقولش ترا. تراوت اوت تراوت. طيب القاعدة دي ليها استثناء. يعني ليها استثناء طبيعي جدا الانجليش ان لكل قاعدة شواذ. يعني ايه كل قاعدة شواذ؟ ممكن الحرفين دول تلاقيهم في كلمة تمام وما يعملوش نفس النطق. نسيت كلمة كمان، كلمة ايه؟ out our home بيتنا، our pen قلمنا، our teacher
مدرسنا كلمه out. out. طيب ايه الاستثناء اللي بتقول عليه ده يا مستر؟ بص الكلمه دي كده معايا. for. for. طبعا 4 يعني فوق. طبعا الانجليش بكل قاعده ايه؟ شواذ. ما تجيش هنا تقول لي فاور. لا 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 خالص. الكلمه دي استثناء من القاعده. for. 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 تمام؟ دي ايه؟ دي كلمه شاذه عن القاعده، وطبعا طبيعي جدا جدا لما يكون في كلمه او 2 أو 3 شاذه سهله، يعني 95% صوتيات و5% انا محتاج اعرف القواعد الشاذه، تمام؟ فالكلمه دي شاذه عن القاعده. نكمل. flower. 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 دقيق. flower. بتعمل هوموفونز مع كلمه flower. ورده. ورده فلاور، وهنعرف قدام ان شاء الله يعني هوموفونز. هوموفونز يعني كلمتين ليهم نفس النطق لكن المعنى مختلف، زي كلمه دير عزيزي وكلمه دير غزال. غزال. زي كلمه فلاور دقيق، فلاور ورده. النطق واحد لكن الحروف مختلفه، تمام؟ زي كلمه سي بحر، كلمه سي يرى. زي كلمه ويك اسبوع، وويك ضعيف. زي كلمه ميت يقابل، وميت لحم. دي اسمها هوموفونز في اللغه الانجليزيه، كلمتين ليهم نفس النطق لكن المعنى مختلف تماما. يبقى دي كلمات فيها الاو يو بنطقها ايه؟ بنطقها او. تاني، الاس اتش ميكس ذا ساوند شا 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 لايك شوب. السي اتش ميكس ذا ساوند شا 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 لايك شوب chat. التي اتش ميكس ذا ساوند ثا 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 لايك think think. والتي اتش ميكس ذا ساوند ذا like that. THE makes the sound the or the. the لو اللي قبلها حرف ساكن the hat the pen the bag، و the لو الكلمة اللي قبلها فيها حرف فاول بقول the. تمام؟ دول سهلين جدا جدا. نكمل ايه حصة النهاردة. طيب عشان بس تبقى معانا الخط، احنا قلنا الاو يو بتعمل ايه؟ بتعمل او. الاو يو بتعمل او ساوند. تاني اور. كل اللي هتعمله هتحط شويه الصوتيات اللي خدناهم قبل كده. اوت ب اوت about هاوس. طبعا عارف ان انت بتعرف تقرا كلمه هاوس وحاجه دي سهله بالنسبه لك. انا بديك قاعده عشان لو قابلتك في اي كلمه في حياتك تعرف تقراها. احنا بندرس نقرا اي كلمه مش كلمات المنهج بس. ها هاوس، با باوند، ك كاونت، س ساوند، ر راوند راوند، ف اوند فاوند، ترا اوت تراوت، فلا اور فلاور. طيب ناخد بالنا تاني، بقي بياخد فتره هو بيقولها، ما اقولش about. بص تعالى نشوف النطق الغلط. نشوف النطق الغلط. about house bound count sound. لا ها house pound count sound round found pound trout flower. تمام. طيب هل الصوت الاو ده بالمره بقى، الصوت الاو ده بيجي من الاو يو؟ لا، بيجي من قاعده كمان هي الاو دبليو. ايه ده؟ يعني ايه الاو دبليو؟ الاو لوحده اسمه او، والدبليو اسمها و. مستحيل لما يجي الاتنين في كلمه انا اسيبك تروح تقول و هتلاقيها مش مستقيمه. في قواعد كده تحاول تطبقها هتلاقي الدنيا مش ماشيه معاك. يعني لما اجي الكلمتين دول او الحرفين دول يقابلوني في كلمه فهقول المستر قال لنا او والدبليو و، يبقى و. مفيش حاجه اسمها كده. طب الاثنين بنطقهم ايه؟ ايوه برافو عليك، نفس الصوت بالظبط بتاع الاو، بفتحه البق بنفس المخرج الصوتي، يعني ذا سيم. الاو يو بتعمل او، والاو دبليو كمان بتعمل نفس الصوت. ومش هسيبك كده، مش هديك القاعده وخلاص، ده انت تاخد الكلمات وتطبق وتبعت لي واجب عشان لو بتنطقها غلط اعرف اصحح لك المعلومه. تعال نشوف بقى كده. او داون. الاو دبليو ليها جزء تاني بيعمل لونج او، هناخده ان شاء الله مع اللونج او في المستوى الثالث. خلينا دلوقتي في اللي احنا فيه دلوقتي. الاو دبليو بتعمل نفس الصوت. او داون
ش لسه واخدينها النهارده اهي. ش او ر shower shower. To conserve the water take short shower not long not long shower. عندك في سنه ثالثه عشان نحافظ على الميه خد حمام قصير مش حمام طويل. انت مش جاي من الملاحات عشان تقعد ساعه تاخد دش. حافظ على الميه. take short shower not long shower. hour shower shower. ها our flower. خد بالك الاي ار لسه ما خدناهاش بس قبل ما توصلها ما تقولش شاور ما تفتحش لفوق ولا فلاور. شاور فلاور اكسر لتحت ايه فلاور. تمام لسه قايلك عليها دلوقتي. فلاور دقيق فلاور ورده هي دي الهوموفونز نفس النطق لكن المعنى مختلف ورده ودقيق. طيب فلاور فلاور فلاور. اون تاون مدينه. اون تاون تاون. ها اون كلاون كلاون او كلاون كلاون. اول vowel اللي هو المتحرك vowel. owl vowel 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 vowel. افتكرت كلمة هنا؟ لا هي هنا خلاص هي هنا. يبقى الاو يو الاو دبليو بتعمل ايه؟ او down. our shower. ها our flower. own town. كلا ترا فلا ترا كلا clown. owl vowel. ها زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة برا when brown 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 brown. تمام يبقى النهارده حرفين مهمين جدا 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 في الدايجرامز مش وقتهم لكن محتاجينهم الفتره دي. الصوت اسمه او بيجي منين يا مستر؟ بيجي من الاو يو او الاو دبليو. الاو دبليو مش كلها هقول لك بس كلمه واحده هتفهم انا قصدي ايه. بص الكلمه دي كده معايا window. الاو دبليو هنا عملت ايه؟ لونج او. ايوه برافو عليك كده صح. ايه هي؟ ان القاعده دي الاو دبليو في نص الكلمه بس في نص الكلمه بس بتعمل او. لكن لو جت في الاول او في الاخر ده هناخده ان شاء الله في المستوى الثالث بتعمل لونج او زي كلمه window show slow so وهكذا. تمام throw. تمام يبقى كل اللي عليك هتزود حته شويه عن دي في اي مكان في الجمله. دي القاعده بتاعتها لو جت in the middle of the word في منتصف الكلمه. لكن لو جت في الاول نطق تاني خالص. لو جت في الاخر نطق تاني خالص. وده هناخده في اللونج فاول ان شاء الله. تاني يبقى ملخص النهارده عندنا الاس اتش بنطقها ش. السي اتش بنطقها تش. التي اتش بنطقها ث. التي اتش بنطقها ذا. التي اتش اي بنطقها ايه؟ ذا او ذي. لازم الكلمات ينزل بيها عمود ولازم يقراها ويبعتها لي في الواجب. لازم اسمع النطق. عندنا صوت جديد النهارده هو او. ما بيجيش من صوت من حرف واحد بيجي من دايجرامز حرفين مع بعض. اول تركيبه بتعمل لي الصوت ده الاو يو بنطقها او لايك اور. انا بعيد تاني وتالت ورابع اهو اور اوت about house pound count sound round found trout flower. والاو دبليو هي كمان بتعمل نفس الصوت او. فين؟ in the middle of the word في منتصف الكلمة بس. down 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 hour shower shower flower 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 own
town town كلا own clown owl vowel vowel brown brown تمام. ده بالنسبه لايه للجزء بتاع